القضية الفلسطينية ما عينها في تضامن الموريتانيين، وخاصة ذوك اللي منهم ما هم فاهمين. وهون نختار نوضح مسألتين. أنا فلسطين دائما نتكلم عنها، يا غير الشعب الموريتاني دائما نقول عنه أهم عنده اللاكي وللقزوان يظل مندور، أهم عنده القضايا اللي تخلق مرقبه من قضاياه هو وأموره الجوهرية. وهذا هون اللاكي في الراجل الفايت اللي جاء واحد وقال له عنه دور دراعه، قاموا افتخروا دراعته واعطاها له وبقى هو متعافي. عقب ردها له قال له خير ما راه فيك راسك ما انا اللي نجبره. السلام عليكم ورحمة الله، انتم مشاركم شماسين. اليوم يا شباب جيناكم من مقطع جديد يتطلب شباب عن تعليق الدكتور طلعت عبد الودود على قضية فلسطين. يا غير سابق نبدا المقطع شباب، طالبكم كاملين تطلبوا مولانا لاخوتنا الفلسطينيين ان شاء الله ينصرهم ويقويهم ويحفظهم من كل شر وسوء. اضغطوا على اللايك واشتركوا في القناة ولا ينقص فاصل قصير. وبعد الفاصل نبدو الفيديو. بسم الله. شفت ياسر من الناس صار ما شاء الله ظهر على فيسبوك حسابات كانت شبه ميتة، يا غير من يامس عليها بدأت تحيا ودخلتها الروح وقاموا هي يدونوا. وهنا نتكلم عن مسائل دائما نتكلم عنها. القضية الفلسطينية أي رقاش عنده منطق سليم يعرف عنها قضية عادلة، ومتضامنين معاها مثقفين وعلماء يهود ما هم مسلمين، خالقين مثقفين وعلماء يهود متضامنين مع الفلسطينيين ويعرفوا عنهم على حق ودي أرضهم مغتصبة. ولا نقول لكم واحد منهم معروف هو نعوم شومسكي. وهذه مسألة ياسر من الناس فايتوا. مشكلة الموريتانيين وخاصة ذا الشباب التالي عنه اطلاعه محدود وفهموا للأمور قاصر، وعادة لا يقوم واحد منهم وتوفي بط أخضر يكدد راس مبراي وتوفي يصب كاس قاسي ياسر فيه عود ما هو مسبق له شيء وتوفي يقوم يبط زار أخضر. القضية الفلسطينية ما عينها في تضامن الموريتانيين وخاصة ذوك اللي منهم ما هم فاهمين. وهون نختار نوضح مسألتين. أنا فلسطين دائما نتكلم عنها، يا غير الشعب الموريتاني دائما نقول عنه أهم عنده اللاكي وللقزوان يظل مندور، أهم عنده القضايا اللي تخلق مرقبه من قضاياه هو وأموره الجوهرية. وهذا هون اللاكي في الراجل الفايت اللي جاء واحد وقال له عنه دور دراعه، قاموا افتخروا دراعته واعطاها له وبقى هو متعافي. عقب ردها له قال له خير ما راه فيك راسك ما انا اللي نجبره. حتى زاد القضية الفلسطينية من مذالها والفلسطينيين يصارعوا هذا الاحتلال الغاشم لأرضهم. وكيف قلت متضامنين معاهم نصارى ومتضامنين معاهم وحدين ثانيين ما مسلمين، قال متضامنين معاهم يهود، متضامنين معاهم مسيحيين، متضامنين معاهم وحدين ملحدين، لأن هذه قضية عادلة. وننت لو نتكلموا عن المنطق السليم هون أطرح عنك الدين هك به اللي الدين قاعد ننت لا يخلص لا هذا التماثل اللي يعدل به في موريتاني والناس اللي تعدل به همها تسيء للدين ولا تعملوا بحياتها هي اليوم. المهم عن أهم شيء كشفتوا هذه العملية اللي عدلت الفصائل الفلسطينية يامس، وهو أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. ظهر عنه لا منيجة وتوف لا جيش منيجة. والمسألة الثانية هي مولي أسطورة المخابرات الإسرائيلية في العالم كامل لا ينتكار القدحان ينقال لك والموساد وكذا، وهم هذو مادة محاصرة في الشريط ولا يقدر يدخل عليها شيء من البلاد يسوى هي منين، وهم يستخدموا آخر التكنولوجيا لحمايتهم. وأمريكا اللي جبرت من التكنولوجيا تمكنهم منه، وهذا كامل ما قدوا يتنبؤوا بهذه العملية. وهذه رواية يتكلم عنها العالم كامل عدلتها مضحكة عن هذا الناس. هذا من الفضل مليارات الدولارات اللي مستخدمين في التكنولوجيا وفي الصواريخ وفي القبة الحديدية وفي قبة العودان والفيافي إذا كان ظهر عنه لا منيش. تمت مباغتتهم من طرف وحدين بسيطين ما عندهم دبابات ولا عندهم آخر صيحات الطيران ولا عندهم آخر صيحات التكنولوجيا، وبالتالي ظهر عن هذا جيش إسرائيل عبارة عن ذي السمعة اللي عنده جيش منيجة. والمخابرات الإسرائيلية مولي مخابرات منيجة. هذا كامل فشلوا في التنبؤ به. إلين خشوا فيهم الناس وقام فيهم العيال وكلها عطى راسه الأخير. هذه المسائل الأولى، وهذه المسائل يتكلم عنها العالم ذاك. شفت واحدين عيال يعلقوا لي ويقولوا لي أنت في الغرب وكذا وكذا. الغرب حد لا يحكم عليه زين فيه يعود عنده مستوى ثقافي هي الأولى ويعيش فيه سنوات. خارج قضايا الغرب عنده فيها اتجاهات وعنده فيها سياسة وجهين، ولا يقدر يقاش يمكن الغرب ما فيه حرية تعبير
انا نتكلم في مواضيع هون نتكلم عنها موريتانيا وفيه حريه فرديه وفيه مؤسسات وفيه قضاء. هذه ما يقدر القاش يجادل فيها لا يرأى فيها. يا غير اللي فيه امور ثانيه ما تنفع وفيه امور ثانيه ما هي صالحه عندهم هم. يا غير بالنسبه لك انت كمهاجر كيف هم اللي مهاجرين كلها يقبل ذاك الصالح له ذاك ما هو صالح له يخليها عنه. دورهم اللي يقبضوا ولا قاش يخرطوا لا شاف شي يقبضوا. هذه المساله اللي ما فاهم ياسر الناس. انك تجبر واحد يقول لك انت قاعد في الغرب بعد يا غير قاعد فيه. انا الغرب جيته مسلم ولا جيته عني مسيحي ولا جيته عني شاذ. الناس اللي تلود الشذوذ وتلود ياسر من الامور اخر نجي هون تجبروا ما شاء الله معرب. يا غير قوانين الغرب تضمن لي عني نمارس معتقدي هون بحريه وعني تركتي نقريهم القران ونقريهم الحديث ونصلي بنفس الوقت. اللي خارج واحد اخر ما يشم التراب والله يمشي يبقى يشرب الخمر والله يبقى يقيس بار يرقص فيه. يما اللي امور كافل هذا القانون يتماشى لا يقد حد يقول له شيء. والله يغير جنسه باط يعدل العمليه كان راجل يتحول امراه والله كانت امراه تحول راجل. معناها الغرب جامعان قال ولا فيها اللي يكدر على الثاني على ان هذا الشيء من الامور اللي ما يقدر ينكرون. رقاج في الغرب يعبر قبال عن رايه ويقدر يتكلم عن اسرائيل ويتكلم عن الصهيونيه ويتكلم عن كل شيء. يا خالق الوحدين جاوا هون وجاوا الامريكا وجاوا اوروبا بعقليه موريتانيا وكلها يتم داير قبل ما يبقى نزل عليهم. ولين يتكلم يشكر الحكومه غادي فيه خلصوا الاعلام فرنسا. هذه الاحداث مفتوحه للناس كامله تتكلم فيها. يا غير خالق الوحدين في امريكا وهون في اوروبا. الوحده فلسطين ما يقدر يتكلم عنها لين يتكلم عنهم ما يقدر يعدلوا لك شيء. انت مالك معدل جريمه تبدا كيفهم هم وما يتكلموا عن الفلسطينيين ويصنفوهم ارهابيين. يقول انت عن الفلسطينيين ما هم ارهابيين ويدافعوا عن انفاسهم بنفس الطريقه اللي دافعوا بها الاوكرانيين عن انفاسهم ضد الروس. معنى هذا النوع من الامور فرض عليه يقال هذا يحتاج وعي. رجاج مولي يقعد في موريتان معرض مدهون لا تعليم ولا افق ولا ثقافه. اذا طلع عمره في امريكا ولا في كندا ولا في اوروبا قام ما يطرى مش جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. سمعتوا معانا يا شباب هذا اللي قال الدكتور الطالب عبد الودود صوت الحق الله يحفظه ان شاء الله ويحميه. هذا اللي قال الطالب ثابت وبصفته دي ولا يوللوا. بالنسبه لكم انتم هذول اللي كنتوا يا امس قاعدين تعلقوا له الطالب مالك ما تتكلم عن قضيه فلسطين وكذا. ايوه حشموا اذا عدتوا تحشموا. اوكي هذا القصه خلوني انا اوضح لكم مساله. يا امس في واحدين منكم جاوني وقالوا محفوظ انت مالك ما تتكلم عن قضيه فلسطين. وشفت واحدين قاعدين يردوا في تعليقات يقولوا ما يقد به اللي ما هو رجالتها ولا هو راجل وواحدين شاحين شو انتم واو. انا عندي سؤال بسيط لكم انتم هذوك. اول شيء انتم هذوك اللي تسولوني انا تقولي لي مالك ما تتكلم عن قضيه فلسطين. مالك انت ما تتكلم عنها ام مالك ما تتكلم عنها؟ هو كل رجاج اليوم عنده تلفون وتلفونه فيه كاميرا ويعرف يتكلم. اذا ما تكلمت انا قاعد انت وتكلم وفات الاخبار اللي ما قلت انا قول انت وكانه شيء لم يكن. هذه مسألة ثانيه. ذوك اللي يقولوا اني انا ماني راجل اللي كلام عنها وكذا عودوا انتم رجاله عودوا انتم رجاله وانا راني قاعد ماني سبه واحده. يا الموريتانيين عودوا عارفين مساله واحده لان القضيه الفلسطينيه قضيه العالم كامل ولا في حد اليوم ما هو متكلم عنها. الى اللي صقعد رجاج ولا تكلم عنها لكن لا عنده بعد شيء مانعه. انتم مشكلتكم الغباء. انا اللي باقي بيه على الموريتانيين مشكلتهم الغباء ويا للاسف الشديد. انتم راك يا الموريتانيين ما تقدروا تقولوا كلمه واحده يسوي 20 غزواني. ما فيكم واحد يقدر يقول غزواني زورو. نتحداكم كاملين اي واحد منكم قاعد في موريتانيا يقول غزواني زورو. ايش مانعكم خايفين على انفسكم وهذا ما فيش خاسر ولا تقول بايديكم ولا تهلكتي. انت انت عارف عنك ذي الكلمه اللي تقولها لا تمشي بك شرط تهلكه. بعد نفس الشيء مولي انا والله طالب والله سيدي يقول لك ماش والله عمر والله زيد. اذا اللي ما تكلمنا عن قضايا ذاك هي لا تشوفوها علينا. اعرف فعلا فهم شي مانعنا مع ان احنا بعد قاعد معنا كيف تكون انتم. نحن في دول اجانب فيها انتم الصقاعه في بلدكم. نحن في دول اجانب فيها ومعروف علينا رجاج يقعد في دوله ما يدولتو جاي يدور لقمه عيش حلال وتوفي يعطي الراس العافيه ويبعد من شكام الله يودي الخاسر. معناها على ان احنا ما لنا كيف تكون انتم نهائيا ويالطنا نعطوا رؤوسنا العافيه بمعنى الكلمه. لذلك لا تشوفوا علينا اذا ما تكلمنا عن قضيه فلسطين ولا عن قضيه لاك ولا عن قضيه لاك. معنا ما لا يخليك شنو ما تكلمنا عنه الحمد لله. يا غير بعد اللي ما تكلمنا عنه ما هي روايه اكبر من قدها. لا كيف تكون انتم ما تقولوا غزواني زورو بيكم اللي خايفين على انفسكم. نحن مولي كيف تكون وتوف معنا على رجاج يقلل في ذاك يقلل في ذاك وانتم حشامه. نحن نين يهمكم تقبضوا معنا ذيك المساله نحشموكم ضرك سابق غدا ان شاء الله به اللي طلع منكم ياسر ضرك يعيط وينشر فيديوهات وطاير وكذا وكذا وفلسطين كذا وفلسطين كذا وانتم جيرانكم قاعدين احلاكم
يموتوا بهم الجوع والجدعلع والعطش ومهمشين وخالين وذارين، ما فيكم واحد يقدر يرفع عنهم الظلم. ولا تقدوا الطالب غزواني بيرفع عنهم الظلم، بيكم اللي ايش؟ بيكم اللي خايفين على انفسكم وبيكم اللي حشامه. اما فلسطين تجراو كاملين، تعرفوا لا تخبطوا وطيور الطائرين وطيور النازلين قريب منكم ما باس ولا باس. الموريتانيين ينطبق عليهم المثل اللي يقول يرقع قد حال الناس وينسى قد حالهم. هذا هم الموريتاني ويا للاسف الشديد، طالع على فلسطين وكذا. فلسطين واقف معاها الناس كامله، ناس كامله واقف معاهم، مع انهم بعد قاع وقفكم انتم ما يدوروا منكم شيء واحد، تدعوا لهم فقط. لا ادعوا لهم. عاقب ذاك مولي موريتانيا اللي فيها من المشاكل يربط الراس طوف. وانا هذا عندي نوع المشاكل يخلع. الى اللي ما تكلمت عن قضيه فلسطين قلت ماني صايب لها وتو ما فيش خاسر. عندي انا من المشاكل اللي قد صغر راسي، الناس مظلومه دورني نتكلم عن مظلمتها. يا اخوان انتم مشكلتكم الغباء ويا للاسف الشديد. على العموم حد يخف علينا في ذاك، وانتم فلسطين إذا عدتم متكلمين عن الله من ناحية أنهم مدة مظلومة، حتى أخوتكم الموريتانيين هم اللي مظلومين. الفلسطينيين مسلمين، الموريتانيين مسلمين، نفس الشيء. لا هذا المواطنين الفلسطينيين مدة مسلمة ما شاء الله، حتى المواطنين الموريتانيين مدة مسلمة. المواطن الموريتاني بعد قاع أخوك من مرتين، أخوك في الإسلام وأخوك في الوطن. الفلسطينيين انصاب أخوتكم الله في الإسلام. صحيح عن فلسطين أرض مقدسة اللي ما يختلفوا عليها اثنين، مسرى الرسول وثاني القبلتين، وأرض صراحة شريفة ومباركة لا ما يختلفوا عليها اثنين نهائيا. ولا قلنا على ما كذا احنا ما قلنا يا غيرتوه، قلنا لكم على الفلسطينيين أكثر من الموريتانيين أضعاف مضاعفة، وفلسطين واقف معاه العالم بأكمله، الناس كامل واقف معاه الحمد لله. معناها على لكم انتم إذا وقفتوا معاهم ما وقفتوا معاهم ما يضرهم ولا يزيدهم. حد يخف علينا في ذاك يخليكم لنا ان شاء الله. المهم عندي ياسر من الشيء نبغى نقوله يا غير ما نبغى الفيديو يطول اكثر من هذا. ما عندنا يكون نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم استرنا بسترك الجميع يا رب. وهذا يا شباب كان هو الفيديو، ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا وعجبكم هذا المقطع. شاركونا رايكم اسفل على الفيديو وقولوا لنا يا اخوان انتم وش تقولوا في هذا الكلام اللي قال الدكتور طه عبد الودود. إذا كانكم متفقين مع كلامه هذا اللي قال والله ما كنتم متفقين مع كلامه نهائيا. شاركونا رايكم يا شباب تحت في التعليقات، واضغطوا على اللايك واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.